أنا اسمي مراد، خياط في مدينة صغيرة، ورجلي ما عمرها دخلت في شي حاجة سميتها الخرافات ولا السحر ولا الجن. حياتي كانت بسيطة، نخدم، نرجع للدار، نفيق مع الفجر، نفس الروتين. ولكن واحد النهار تبدلات حياتي كاملة، وغادي نحكي لكم كيفاش الجلابة اللي خيطتها كانت السبب في أنني متسكن بجنية. كل شي بدا في نهار اثنين مع العصر. دخل عندي واحد الراجل غريب، ملامحه ما واضحة، لابس جلابة كبيرة ووجهه نصفه مغطى. دخل للمحل، جلس وقال لي بصوت بارد: بغيتك تخيط لي جلابة من هاد التوب، خاصها تكون واجدة نهار الجمعة، ما تزيد ما تنقص. أعطاني كيس تقيل، منين حليته لقيت فيه توب كحل تقيل وكيشعل بحال اللي فيه نجوم. أول مرة نشوف شي حاجة بحال هكاك، وحتى الريحة ديالو ماشي ديال القماش، بحال ديال الطين مخلوطة مع ريحة شمع قديم. قلت مع راسي ماشي مشكل، الفلوس زوينة، نخدم ونسالي. أعطاني مقدم كبير وقال لي كلمة عمرني ما نسيتها: رد بالك، هاد التوب ماشي عادي. ضحكت وما خديتهاش بجدية. أول ليلة خدام عليه وقعت أول حاجة غريبة. شديت القماش وجلست في الليل نخدم، الماكينة خدامة وكل شي باين عادي، حتى حركت الماكينة بشوية باش نبدا نخيط، وسمعت صوتها كيوقف. شفت الماكينة طاحت، ومن الفتحة خرج سائل أحمر بحال الدم. تجمدت، قلبي بدا يدق، شعلت الضوء، ولكن مفاجأة، الضوء طفى، الدار كاملة ظلامت، والسخانة ديال الصيف تبدلات البرودة ما مفهومة. وسمعت الصوت، ضحكة مرأة رقيقة ولكن خايبة خارجة من التوب، كتقول: زيد خيط. قربت نخرج. فاش فقت الصباح قلت يمكن غير حلم ولا شي وهم، ولكن ما كانش وهم. كل ليلة كنت نخدم، كل ليلة كتوقع حاجة جديدة. مرة نشوف مرأة شعرها طايح فوق الكرسي، مرة نشوف عينيها كيشعلوا في المراية، مرة نحس بشي حد كيدوز ورا ظهري، ولكن المحل خاوي. في ليلة الخميس كنت ساليت نص الجلابة، ولكن أنا ما بقيتش أنا. تخيل راسي كنقول كلام ماشي ديالي، كيجيوني كوابيس، كنفيق مفزوع، وحتى الملامح ديالي بدات كتبدل، وجهي كيتحول بحال شي طيف كيشدني في النوم. مرة شفتها كتحاول تدخل في قلبي، كتحاول تسكن جسدي، وأنا جامد، لا قادر نهرب لا نعيط. الناس بدات كتهضر، الجيران كيسموا الماكينة كتخدم مع 4 د الصباح وأنا راقد. واحد السيدة قالت لي: ولد صغير دخل عندك، خرج كيتخبى وكيغوت، قال شاف مرأة كتولد في السطح. وليت كنخاف ندخل للمحل، ولكن الفلوس كتغلب، وقلت خاصني نسالي. نهار الجمعة الجلابة سالات، ولكن الصوت ما بقاش في ودني، الصوت ولا في قلبي. لبسنيها باش ندخل. جا داك الراجل خدا الجلابة، ولكن منين شدها قال: راه طلقتيها، دابا راك مسؤول. ومشى بلا ما يخلص الباقي، بلا ما يقول زيد. من داك النهار تبدلات حياتي، وليت كنمرض، وليت كنشوف نفس الجنية في كل مكان، في راسي، في المراية، في الماكينة، حتى في الحلم. عيطوا لي راقي، جا وشاف المحل، غير دخل قال: فين القماش الكحل؟ راه هاد سجن ديال جنية من خدام السحر السفلي، هاد الجلابة ماشي لباس، هاد بوابة، وانت فتحتيها. بدا يقرا، الماكينة طاحت والجلابة طارت، وخرج منها دخان كحل وريحة شي حاجة محروقة، وصوت المرأة بدا يخرج من التوب. خنقتيني، كنت غادي نسكنه. الراقي خرجها بصعوبة، ولكن مازال كتجيني في الحلم، مازال كنسمعها كتقول: راك ما كملتيهاش. والغريب، الجلابة ما حرقاتهاش، ما طاحتش، ما تباعتش، ومازال كاينة عندي، ولكن أنا ما بقيتش أنا. ولكن خليوني نرجع شوية اللور، نحكي لكم على شي تفاصيل ما كنتش باغي نحكيها، حيت كنت كنشك في النفس ديالي، كنقول ربما غير تخربيق، ربما غير حلم طويل وما فقتش منه. ولكن دابا عرفت باللي هادشي راه واقع وكنعيشه كل نهار. نهار الجمعة واحد السيد دخل عندي لابس جبادور أبيض، وجهه ما فيه لا حزن لا فرح، عينيه صفرين، وقف قدامي وبصوت بارد قال: بغيتك تخيط لي جلابة بدون يدين وبلا عنق، خاصها تكون كأنها غلاف الجسد ميت. بقيت كنتسمر فيه، واش كنسمع مزيان؟ سولت: شنو قصدك؟ جاوبني. ما تسولش، غير خيط، وهادي عربون الصمت ديالك. وحط لي فوق الطابلة 1000 درهم من النوع القديم، بحال اللي كانوا كيتستعملوا في الستينات. خديت التوب وقلت نديرها، ولكن في داك الليل وقعت حاجة غريبة. الماكينة ديال الخياطة بدا كتهز راسها، بحال شي طير كيدور فيه الروح، كتحرك بوحدها، كتدور حتى بلا كهرباء، وكأنها كتعرف شنو خاصها دير. بديت كنقرا المعوذتين، ولكن الصوت ديال الماكينة بدا كيعلى كتر وكتر، والحرارة طلعت في المحل. حسيت بالحيطان كيتنفسوا، وكأن المحل كامل ولا حي وكيشاهدني بخوف أو يمكن برحمة.
صباح الغد خرجت نبدل الجو، مشيت نفيق صاحبي عبد الصمد، داك اللي كان كيقرا الرقيه وكيعرف بزاف على هاد الامور. عاودت ليه كل شيء وهو غادي في سكوت، حتى وصلنا لواحد ضريح مهجور في الخارج ديال فاس. قال ليه مراد، الناس اللي كيجيو عندك ماشي من البشر وماشي كلهم جنة، كاين نوع سميتو الخدام الصامتين، هادو كيستغلوا البشر باش يخيطوا لهم لباس الروح باش يتجسدوا وسط الناس، وكل لباس كيتخيط راه فيه جنية ساكنة كتعيش وسط التوب حتى كتلقى الجسد المناسب.